واسمع لي سبحان الله، هاد المحللين الجزائريين ديما كيهضروا بهاد القضيه ديال المؤامره. قال لك الا ما تدخلش انفانتينو المنتخب المصري قادر يفوز على المنتخب الارجنتيني. عليه اذا ما مزيان، اسمع. تدخلش انفانتينو نرشح المنتخب المصري محمد. ان شاء الله. مثلا المنتخب المصري قادر يفوز بالمقابله اذا كان الحكم يعني عادل. بيكون درتي غير بحال هاد صاحبك هذا هضر هضره منطقيه. حنا كاملين، حنا المغاربه راه باغيين المنتخب المصري يغلب ضروري ومؤكد، ولكن ما كنهضروش بالعاطفه، كنهضروا بالارقام، كنهضروا بالاحصائيات. واش انت لاعب ضد بطل العالم وميسي واللاعبين ككل ماشي غير ميسي، وكتهضر وكتقول بانك الا ما تدخلش انفانتينو والحكم كان عادل، بحال اللي كتهضر على ان مصر هي اللي دات كاس العالم. حنا ما كنطيعوش من المنتخب المصري، ولكن اصاحبي خصنا نهضروا بالمنطق ونهضروا بشي حاجه اللي كاينه ومعقوله. بلا صعبة محمد، ولكن المنتخب المصري ولفنا بالتحديات هذه. عندهم مجموعة قوية يلعبوا بجرينتا كبيرة، عندهم حتى لاعبين ذو خبرة على غرار مرموش وصلاح، حارس مرمى ممتاز، دفاع صلب. لهذا كما تكلم امين عاطفيا، احنا ماذا بينا الاشقاء المصريين تاهلوا، ولكن صعب امام فريق ارجنتيني منظم جدا وقوي جدا ويملك لاعب اسطوره اللي هو ميسي.